بالنسبة لكم يعني منتخب اللي حديث العهد بكرة القدم داخل القاعة، بالنسبة لكم كلاعبين شفتوا الإنجازات ديال المنتخب المغربي خاصة في كأس العالم الأخيرة في ليتوانيا، تحقيقه للقبين في كأس إفريقيا وكيطمح باش أنه يفوز بالكأس الإفريقية الثالثة على التوالي. واش ما كتشوفوش كلاعبين على أنكم طمحوا أنكم توقفوا بالند مع المنتخبات اللي كبرى كالمغرب مصر انغولا؟ هذو هما المنتخبات الرائده على مستوى على مستوى القاره الافريقيه. وكذلك واش في الاتحاد الموريتاني داير مدرسه لكرة القدم داخل القاعة لتكوين الأجيال القادمة، خاصة أن كنعرفوا هذا النوع من الرياضة كيعتمد على المسائل التقنية وعلى مدربين محنكين، وأنتم محظوظين أنكم عندكم مدرب مغربي ماشي بحيث أننا احنا مغاربة، ولكن عنده ما يقول في كرة القدم لأنه مدرسة في كرة القدم داخل القاعة. واش الاتحاد الموريتاني التجأ للكرة المغربية للمستقبل؟ اولا الحمد لله عندنا مدرب عنده الخبره ما شاء الله. ثانيا الاتحاد الموريتاني مع المدرب ان شاء الله. نحن فريقنا ان شاء الله هذه السنه فيه شباب مع الكوتش مع الاتحاد الموريتاني ان شاء الله، وراح يشتغلوا على بناء مدرسه ان شاء الله وعلى بناء مستقبل وقاعات ان شاء الله في موريتانيا لكي نجم ان شاء الله فرقه مزيانه ان شاء الله. ومع الوقت ان شاء الله راح نحقق كل شيء مع المدرب مع الاتحاد ان شاء الله. نحترم الفريق الناميبي كاحترام للفريق الليبي والمصري، وحاب احتمالية كل الفرق جينا لكي نلعب مع كل الفرق، حالنا حالهم ليبيا مصر ناميبيا كل فرق واحد عندنا نحترم كل فرق.